رجعناكم اليوم مبدعة من مبدعات محافظة ذي قار والناشطة المدنية الست الفاضلة نضال الحصيني. نقول لك أهلا وسهلا باستوديو المبدعين ونرحب بك ترحيب بيك. أهلا وسهلا بك أستاذ، حياك الله، شرفت بيكم. وهذا المجال مجال الرياضة مجال حلو، احنا متعودين على المدني بس المرة لا، دخلنا بمجال الرياضة. إن شاء الله خير، إن شاء الله التوفيق للجميع. الناشطة المدنية نضال العضاب، من هي؟ سيرة الذاتية. نضال غني ياسين الحصيني، بكالوريوس لغة إنجليزية، ولادة ذي قار، متزوجة وعندي أولاد وعندي بنات الحمد لله والشكر. رئيسة منظمة، عندي توجه إنساني من 2010 أسست هاي المنظمة، والحمد لله والشكر يعني جاي نشتغل مجالات عديدة يعني تخص المساعدات الأيتام، تخص الثقافة، تخص وأخيرا إحنا الرياضة يعني المرأة، تمكين المرأة، اشتغلنا بمجالات عديدة يعني. أعتقد بدي أنت استشارية لسيد محافظ ذي قار؟ نعم، شغلت منصب مستشارة محافظة ذي قار للمنظمات، قسم المنظمات. احنا باتصال هاتفي من كابتن مهند مدير شباب الرياضة قال منظمة تيمة عندها فكرة دعم كاس الخليج اللي هو خليجي عراقي بصراوي. شلون تولدت الفكرة؟ خاصة أنت يعني ما عندك ميول الرياضة. اي حقيقة أنا ما عندي ميول الرياضة، بس أنا ما متدخلة بهذا المجال يعني، لأن مجالنا مدني دائما تثقيفي، مساعدات مرأة، طفل، أسرة. بس حقيقة صار عندي اتصال يعني بشخص معين، فأخبرني بأن كل المحافظات راح يشتغلون شغل الدورة خليجي 25. فتشت بالناصرية ما لقيت اكو هيك توجه، والأكثر المحافظات هم راح يشتغلون أوبريت يعني دعم للدورة، وكذلك دعم لمحافظة البصرة باعتبارهم الضيوف اللي راح تجي هي للعراق كله مو بس للبصرة يعني، ومساندة محافظة البصرة بهذا الموضوع يعني. يعني أنت مشروع رياضي باسم الناصرية تقول؟ أكيد هو باسم الناصرية، بس أنا الحمد لله والشكر يعني أنا تبنيت. بالتوفيق. أنا هم جزء مساعد وياك. الأوبريات حلوة، حتى فكرتها حلوة. مؤلفها وكاتبها يعني أنا ما أتسأل. أي والله استعانيت بشاعر، استعانيت بملحن، ويعني أنا أعتبره شيء حلو يعني، أنا حبيت الفكرة حبيتها يعني. أي فاشتغلت باسم الناصرية يعني، وأنا بصراحة حب لمدينتي ودائما يعني أفرح بأن هي تكون بالمقدمة، وفعلا هي ترى الناصرية بالمقدمة بكل شيء، رغم هاي الظروف ورغم المعوقات ورغم الأحداث اللي صارت بالناصرية، بس تبقى هي مدينة الحرف الأول، تبقى مدينة الجمال، مدينة الفن. فشيء قليل هذا يعني، شيء قليل هذا مقدمة للناصرية. يعني احنا اول شيء نشكرك لان انت سددتي ثغره رياضيه لنا، ولو انه احنا عندنا مشروع كبير هو دعم كاس خليج فتح البيوت، ان شاء الله جزء من المشروع. ان شاء الله. لورد كلمات شاعر. اي شاعر. شو اسمه الشاعر؟ شعراء اثنين. زين. شعراء ممكن. لا هم بعد اسمه ينطلق وين الاوبريت. جيد. احنا غدا موعدنا الاحد ان شاء الله حسب الاتفاق وشباب الرياضه والمجلس الرياضي والرابطه ونخبه من الرياضيين والفنانين والاكاديميين والصحفيين لانطلاق اوبريت دعم. ان شاء الله باكر راح ينطلق الاوبريت، وهو انا بصراحه حتى ليش قلت لك هسه الشاعر، وهذه مفاجاه يعني، حتى الشاعر ولا الملحن ولا القائم على الاوبريت يعني فت هديه حلوه، هديه للناصريه يعني. والله هي ان شاء الله الناصريه تستاهل اكثر. لا تستاهل الناصريه اكيد تستاهل. اكو هيك مبادره دول الخليج زي الأور والحضاره. اي والله احنا يعني سمعنا بانهم عندهم زيارات لمدينه أور، ولذلك احنا راح نطلق يعني دعوات ترحيبيه من خلال البوستات، بان نرحب بضيوف الخليج اخواننا بان يزورون مدينه أور، وبيوتنا مفتوحه لهم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا نطلق باص الخليج المخرج الدكتور عصام جعفر طبعا انطلق من مدينه الناصريه ومن أور سبحان نعم. الله. نعم. من أور من سوق الشيوخ ومن الناصريه ملعب سمار، وان شاء الله احنا قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحه لهنا بالخليج. ان شاء الله. هو احنا الناصريه ولو العراق كله بشكل عام يعني، خصوصيه للناصريه، هي مدينه طيبه، اهلها طيبين، دائما اصحاب غيره، اصحاب نخوه،
فاكيد احنا يعني نرحب بضيوفنا والاوبريت فد لمسه حلوه، يعني السلام، بعيد عن التشنج، بعيد عن الطائفيه، بعيد عن المشاكل اللي مرت على العراق. فنعتبرها فد نقطه بدايه العلاقات حلوه ويا اخواننا واهلنا بالخليج. يا رب نجاح الكاس الخليج 25. طبعا انا لاول مره اسوي لقاء بتراك سود، لان حاسس ان رياضيين بالتوفيق. احنا الفتره الاخيره انا كنت متابع منظمه تيمه سوت مهرجان شبعات لتكريم الفرق والمنظمات. كان مهرجان حلو، يعني حلو مرتب وفكرته جيده. حقيقه هو المهرجان ان شاء الله السنه الجاي نفس الموعد هم نقيم المهرجان. أنا يعني ارتئيت بأن أكرم الفرق التطوعية، لأن الفرق التطوعية يعني شوف هو موضوع التطوعي ثقافة جميلة جدا. يعني هي إذا نمت بداخل المجتمع يعني هواي أشياء حلوة راح تنضاف، لأن هو الشاب باعتباره هو طاقة شبابية وعنده اندفاع وعنده جهد وعنده أفكار حلوة وعنده طموحات حلوة. فأنا المنظمات بداخل الناصرية ما كرمتها، كرمت بس الفرق التطوعية. يعني عندي هدف بيها بأنها تشجيع لهم بأن فكرة التطوع وبأن ثقافة التطوع ثقافة حلوة، احنا نريد ننميها ونريد نكبرها. بناء بلد طبعا أكيد، وبالأخص الشباب هم اللي يبنون البلد. فبهذا المهرجان يعني كرمت كل الفرق الرياضية، كلهم فرق التوفيق. صح، شفت يستاهلون. احنا طبعا اكثر من مره هنا بهذا المكان صار لنا 4 سنين كرم الفرق الطوعيه، لان حقيقه هم مثابرين ومجدين ويحبون عملهم. اكيد لان هم ما دام جاي يشتغلون بدون مقابل، رغم الظروف ورغم اغلبهم ما متعينين ورغم اغلبهم عندهم حاجات ضروريه، بس من يقدمونها يعني قمه الحب للمدينه، بان انت ما تستفاد ماكو مقابل. يعني هاي قمه الحب، قمه التضحيه، فشي حلو هذا. واحنا من مكاننا هذا نوجه دعوه للفرق الرياضيه باكر تجينا ونريدون ان شاء الله بالازياء العربيه. يعني انا هاي الفكره حلوه عندي مساعده طرقتها يلبسون ازياء عربيه وننطي. واحنا هذا الاوبريت ان شاء الله راح يعني يعلن بالمهرجان بالبصره، وراح يصير الفكره الكبيره، راح يصير منافسه بين المحافظات، وان شاء الله تصويرنا راح يكون حلو ان شاء الله، كلماته حلوه ان شاء الله، الحانه حلوه، وان شاء الله نفوز بين المحافظات. والناصريه دائما الاولى يعني. لا حتى ما تفوز بالقوه. اي نطمح، احنا نطمح يعني دائما الناصريه هي الاولى. حلو كلمه تيمه، انت قلت البتي. تيمه، اي بت الزهر. يعني انت على مود بت ايش سويتي تيمه؟ لا هو شنو، من تدخل انت NGO للموقع المنظمات، فاول مره لازم تختار اسم ما مكرر، لان اذا تختار اسم مكرر راح يرفض. هاي وحده. بعدين الاسم حلو، هو الاسم انا اصلا حلو يعني حابته، وفعلا انطاها ميزه، انطى المنظمه ميزه يعني. اي انطى الى اكثر منظماتنا مثل المساعدات الكذا، الاسماء اهل البيت سلام الله عليهم، بس هاي لا يعني اسم ما مطروق لحد الان على مستوى العراق، ماكو اسم هيك منظمه، وانطاني في الخصوصيه يعني. اي الحمد لله. احنا نتمنى التوفيق مع عملك. الله يحفظك. واحنا اليوم نقلناك لعالم الرياض بالشباب اللي هو ان شاء الله ان شاء الله اجمل شيء هو بالعالم هي الرياضه. حقيقه يعني انا ما ادري يعني حقيقه، وهاي يعني هم فد شيء يعني يجوز تقصير من عندي، ما اعرف اكو هيك طاقات شبابيه، مو ما اعرف وانما ما ملتقيه يعني. فان شاء الله يعني هاي نقطه بدايه التعاون بين الشباب، تعاون المشاريع يعني حتى مشاريع ثقافيه. بالعكس انا من اريد اسوي ورشه على المخدرات، انا القى هنا ارض خصب، القى شباب هنا، ماكو داعي مثلا انا اروح ادعو الصحفي فلان او ادعو الناشطه فلانيه لانها تعرف مضار المخدرات شنو. انا ادعو شاب ما سامع بمضارها، ما سامع بخلفياتها عليه، ما سامع بتاثيرها القانوني عليه. بالعكس هاي يعني راح تصير فرصه لي على مود اتعاون وياكم. احنا نتمنى المنظمه تيمه وشخصك الكريم التوفيق، ونقلناش غير نقله. الله يحفظك. تبقى احنا لا نبخس الناس اشيائها. حقيقه اوبريت دعم كاس الخليج المشروع وفكرته سد نضال الحسيني بالتعاون مع شباب الرياضه ورابطه المجلس، واحنا كمؤسسه رياضيه محافظه قار مثل ما دعمنا باص الخليج ندعم اوبريت
دعم لكاس الخليج ودعوه عامه لكل رياضينا وخاصه رواد الحركه الرياضيه لحضور الاوفريت. حقيقه اوفريت راح ينافس باقي المحافظات، ونتمنى كاس الخليج يصير احنا من قطر، ونقدم الشكر جزيل للست نضال. واحنا من مكاننا هذا نسوي دعوه عامه لكل رياضينا وكل شخصياتنا، مو بس الرياضي، الفنانين، التربويين، الناشطات، ونتمنى نترك فد بصمه حلوه للناصريه. الناصريه بحاجه لهيك اعمال حقيقه، يعني احنا تعبنا من الاحداث، تعبنا من فهذا الشيء يعني نظهر الصوره الجميله للناصريه. الناصريه بها مثقفين، بها رياضيين، بها علماء، بها عباقره، بها اكاديميين، بها اطباء، بها كل الشخصيات يعني على مستوى العراق حتى على مستوى العالم. فاحنا هذا العمل شيء بسيط نقدمه للناصريه، وانا تبنيت هذا العمل بصراحه يعني حب للمدينه. ان شاء الله بالتوفيق. واحنا نقلناش من استاذه تربويه الى كابتن رياضي. نقله حلوه ان شاء الله. عمالقه فكره ان شاء الله نقله حلوه، وانا اتشرف بكم. ان شاء الله نجدد الدعوه اليوم غد مهرجان اوفريت ملعب طلبه الساعه 3 بحضور اكو مباراه نهائيه ان شاء الله، واحنا مسخرين كل جهدنا من اجل نجاح. اهلا وسهلا باللي يجينا، وشكرا جزيلا لكم وتشرفت بكم. شرفنا ست، شكرا جزيلا. هاي سلام رياضي.